مرحبا أصدقائي، كيف الحال؟ إن شاء الله كويسين. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من سيلفي على الطاير. اليوم في حلقتنا سيلفي على الطاير راح نتحدث عن اللاعبين المهاريين، إنه كيف أنت تصير لاعب مهاري بامتياز. طبعا اللاعب المهاري هو لاعب عنده كم كبير من المهارات والحركات الاستعراضية، يعني بيعرف كميات كبيرة ومتدرب على حركات كثيرة جدا، وبيعرف كيف يتصرف بحركات وبيعرف يتقنها صح وبيعرف يسويها في الوقت المناسب. طبعا انا نزلت كثير فيديوهات على الحركات المهاريه الاستعراضيه اللي في الملعب ممكن تسويها، مثل حركات نيمار، مثل حركات كريستيانو رونالدينيو، كلها راح تلاقي رابط اسفل الفيديو كله موجود فيها كل الحركات الاستعراضيه ممكن انت تعملها يعني تتقنها، حتى انه انت صفي عندك يعني انه كم كبير من الحركات الاستعراضيه الجيده اللي انت ممكن تطبقها في الملعب في اي وقت كمهاجم. طبعا يعني اكيد كمهاجم طبعا ويفضل اللاعبين الجناح اللي عندهم سرعه عاليه، فانه انت اذا بدك تصير لاعب مهاري كويس لازم يكون في عندك السرعه، لازم تكون لاعب سريع. ليش؟ لانه لما تتقن حركه لازم انت تنطلق بسرعه حتى انه المدافع ما يقدر يلحق وراك، لانه اذا سويت الحركه بشكل بطيء بعدين انطلقت ممكن انه هو يعني على السريع يلحق فيك اذا انت مش سريع ويخطب منك يقطع الكره، يعني يخرب عليك الحركه. فانت لازم تكون عندك الحركه سريعه، لازم تكون انت لاعب سريع جدا. وطبعا اضافه للسرعه لازم يكون عندك قوه تحكم. ليش قوه تحكم؟ لانه انت لما تعمل الحركه بيكون عندك قوه تحكم حتى تتحكم فيها، يعني تسويها صح. ولازم كمان بالاضافه الى يكون عندك السرعه والتحكم، كمان لازم يكون في عندك انك انت متدرب على الحركه كويس، عارف يعني كيف تتصرف الحركه، متقنها صح، عاملها كثير، متدرب عليها كثير حتى انه تطبقها صح في الملعب. اذا انت ما تدربت على الحركه، يعني ممكن اذا مثلا عملتها بالملعب خاصه ممكن تتعرض للاحراج انه انت سويتها غلط مثلا، فلازم تتدرب عليها بشكل كبير. لازم يكون في عندك تعرف كميه كبيره من الحركات حتى انت تصير لاعب مهاري. وطبعا في ناس كثير بيقولوا لي والله هيثم احنا في المباراه ما بنتذكر الحركات، ما بتخطر بعدنا الحركات هاي، يعني شو نعمل؟ بسيطه جدا، لما انت تتدرب على حركه بشكل يومي مثلا 5 مرات تضلك تتدرب عليها بشكل يومي، انت خلص بتصير تلقائيا تتقن الحركه انك انت يوميا بتتدرب عليها، لا تقطع ايام. مثلا كل يوم اعمل 5 دقائق الحركه، مثلا اعمل 5 دقائق حركه، 5 دقائق حركه ثانيه، كل يوم اعملها. اذا انت عملتها كل يوم خلص انت في هاي الحاله انت يعني خلص بتضلها في بالك حركه، لما انت بدك تهجم مثلا بدك تسوي حركه بتخطر على بالك حركه فانت بتسويها. هذا هو الحل المثالي، كل يوم تتدرب عليها، لازم تتدرب على حركات يومية حتى تتقنها صح، حتى تكتسب قوة تحكم أيضا كمان صح لتنفيذ هاي الحركة. إذا خصائص اللاعب المهاري قلنا لاعب سريع، لاعب عنده قوة تحكم عالية، لاعب عنده كم هائل من الحركات يقدر يطبقها في الملعب، ويقدر يعني أول ما يسويها خلص ينطلق بسرعة كمان وبتحكم ويتعداها مثل نيمار. نيمار أشهر مثال حاليا على اللاعب المهاري الممتاز. وأعطيكم الآن أصدقائي هدية مني لكم، فيديو يتكون من 4 حركات جديدة لنيمار. أتمنى أنكم تستمتعوا في هذا الفيديو، يلا نشوفه مع بعض.
اذا اصدقائي شفنا حركات كلها حركات كثير حلوه، حركات كثير كويسه ممكن انك انت تطبقها في الملعب كلاعب مهاري. وطبعا اذا عجبكم هذا الفيديو لايك شير وسبسكرايب اذا انت جديد معنا، واطلب لي اكتب لي تحت اسفل الفيديو جميع المواضيع اللي انت بدك يعني اتحدث عنها في حلقات قادمه من سيلفي على الطاير. وتحياتي مني لكم هيثم كياتش، سلام.